يا مساء الخير عليكم يا حبايبنا، وكل سنه وانتم طيبين، ورب يجعل ايامكم كلها فرح وسعاده وهنا. طبعا زي ما احنا عودناكم من داخل مؤسسه رامي سليمان، كل يوم جديد، كل يوم في تطور، كل يوم استغلال المساحه بشكل مختلف، كل يوم الوان مختلفه، كل يوم تصميم مختلف. المطبخ اللي معانا النهارده ده يا جماعه من المطابخ المتميزه خالص والممتازه خالص، بمعنى من حيث اللون، تصميم، استغلال مساحه، حاجه رائعه جدا. ولكن في مشكله صغيره خالص معانا بس هقولها لكم في اخر الفيديو. خلينا نبتدي هنا زي ما اتعودنا. نيش الدريسنج هنا وكمان مساحه تخزين بسم الله ما شاء الله، حاجه كده ربنا يبارك يا رب. هنا المكان ده بقى المكان بتاع كولدير الميه. العميله بتاعتنا قالت انا عايزه كولدير الميه يكون داخل المطبخ، مش حابه احطه بره، خصوصا ان المطبخ هنا امريكي اوبن على الصاله. طيب عندي هنا استغليت الدولاب هنا رف 2 3 4 استخدام عميق خالص، والجزء ده لقاروره الميه بسهوله خالص ان انا اقدر افتح الضلفه ان انا احط الازازه عليها او اشيلها بسهوله خالص، مفيش اي عائق ومفيش اي مشكله. هنا طبعا المطبخ اللي معانا هنا السقف، اللون المتميز الرائع ده مع اللون الخشابي، تناسق الوان، حاجه بسم الله ما شاء الله. البروفايل ليد جميل، تخزين بسم الله ما شاء الله. احنا مش حابين برضو ايه، حاجه بسم الله ما شاء الله. طبعا هنا العميله قالت انا مش حابه ان المطبخيه بتاعتي تكون دريسنج، فعملناها من نفس الخامه ونفس الخامه زي ما انتم شايفين كده. وهنا طبعا الدرج تصفيه الميه بسهوله خالص. طبعا عندنا المفصلات كلها سوفت كلوز من خامه اللامبورجيني متميزه. الثوابت عندي هنا النهايات زي هنا كده، تخزين فوق رائع، الشفاط تخزين ممتاز خالص. طبعا الركنيات بقى وجمالها مفيش غنى عنها خالص. هنا طبعا الميكروويف بيلت ان، وللاسف الشديد يا جماعه هنا الاجهزه مش موجوده، فاحنا طبعا لو هنقدر ان احنا فيما بعد لما الاجهزه تيجي ان احنا نظبط الدنيا ونشيك والدنيا تبقى تمام، في مقدرتنا هتبقى تمام ونصور تاني. طيب مش في مقدرتنا يبقى سامحونا. ودي حاجه يا جماعه، العميل لما بيكون مثلا قلقان من ميعاد استلام مطبخه فيقول لي قبل ميعاده بشهر، في دماغه ان انا مش في ميعادي مش هسلمه شغل. لا، انت في ميعادك هتستلم شغلك، فانت كده بتضر نفسك مش بتضرني انا. ان انت تفكر ان انا المطبخ جاي بدري ابقى انا ضامن المطبخ، لا، احنا مش هنهرب منك ولا حاجه ولا هنروح منك بعيد، ده شغلنا وده اسمنا ودي سمعتنا، والباشمهندس رامي سليمان الله يبارك له ما عودناش على كده خالص. فطبعا زي ما انتم شايفين للاسف المطبخ كان هيبقى حاجه تانيه خالص بالاجهزه، ولكن كان موجود الميكروويف بس، ده اللي كان موجود. هنا تخزين بسم الله ما شاء الله، حاجه كده على قد ما نقدر نقول نيش النظافه وجماله. الصواني تخزين عميق خالص، اللي عايز ينام فوق هنا في العلبه دي مفيش مشكله. طبعا هنا بقى النيش الدريسنج ده من الوش بس، الاجهزه اللي هي الصغيره. والعميله بتاعتنا قالت يا ريت النهايه بتاعته من الخارج ما تكونش دريسنج، بحيث ان اللي جوه الدولاب ما يكونش مكشوف بره للصاله، خصوصا ان المطبخ اوبن امريكي. لو اتكلمنا هنتكلم كتير قوي في حاجات كتير، ولكن يعني والله من العظمه بتاعت المطبخ مش عارف ابتدي منين. طبعا هنا البوتاجاز عندي هنا بيلت ان، فده بيوفر معايا مساحه تخزين ممتازه خالص، يعني ما بيشغلش المساحه دي، بقدر ان انا تحت البوتاجاز ان انا استخدم المساحه دي كلها. يعني انا عندي تقسيم معايا طبعا كله سوفت كلوز بسم الله ما شاء الله. عنده هنا تخزين بسم الله ما شاء الله. علبه هنا تخزين، هنا التربو وجماله، طبعا دي مفاتيح العربيه. هنا مكان التلاجة، هنا مكان الديب فريزر اسف، وهنا مكان التلاجة. وبكده يبقى احنا عملنا عظمه. مش مهم احنا اشتغلنا قد ايه، ومش مهم احنا اشتغلنا وقت قد ايه، ومش مهم الطرف التاني، انا مش عايز يعني
يلا خير الحمد لله. المهم ان احنا نمشي من هنا واحنا راضيين عن شغلنا وراضيين عن اللي احنا عملناه وشغلنا طلع على اكمل وجه. كل ده طبعا من داخل مؤسسه رامي سليمان، الباشمهندس رامي سليمان. ما تنسوش تصلوا على النبي.